السلام عليكم. لباس عليكم. اليوم ابي اسوي لكم شوربة السمك. مادام اني بشتغل في محل السمك راح افرجيكم. شوفوا تشوفون. لحظة. شوفوا. بصل، جزر وكزبرة وكرافس كله راح يطبخ. بالنسبة للتوابل بحط ملح بس، ملح، وحطيت شوي زيت زيتون. شوفوا، سر الطبخ هو لازم يعني ما تنحرق، بس هيك بتكون لونها هيك مذهب، لون ذهبي. شوربة السمك. ما بعرف كيف يصورون. اصور نفسي وفي نفس الوقت اصور الطبخ. المهم السمك ما اعرف اسمه. راح افرجيكم بعدين. السمك المهم ما يكون فيه شوك، وحتى لو في شوك بتحطونه في آلة الطحن وطحنوا الكل على الكل. بما انه صارت الخضر لونها ذهبي، ما ادري وين احط الجوال. اوكي، الحين بحط الماء. اوكي الماء. اتمنى ما انسى شيء لانه راح تلخبطوني. ما ابي انسى شيء. قلت لكم ما ابي انسى شيء. عندي طماطم، كنت طحنه طماطم من البارح. راح احط طماطم، ما احط طماطم حق علب، مو صحيه. اي شيء حق علب مو حلو. انا بحط اشياء صحيه بدون كوليسترول، بدون اي شيء. حتى الزيت ما احطه، احط زيت زيتون فقط. اسمعوا، طماطم راح احط شوي طماطم. سر الاشياء بيقولون لازم تنحرق، بس مو تنحرق 100%، لانه بيصير طعمها لذيذ. لما نحط طماطم نحط ماء بعدين. والحين بحط ماء. بحط ماء. عم تسمع صوت الماء. لما تحطون ماء بيبين لكم اذا بتضيفون طماطم او لا. حطوا الماء مثل ما تحبون، مو مشكلة. لانه اصلا تحتاجون ماء لما تطحنون الخضر. فاهمين علي؟ راح تحتاجون ماء لما تطحنون الخضر. والله ماني عارفة اذا ازود طماطم او لا. تدروا ليش؟ لانه طماطم موجودة. فايش رايكم احط الطماطم كلها ونشوف؟ خلاص حطيتها وانتهى المشكل. ليش نفكر احط طماطم او لا، كلها او لا؟ هذا بس طماطم، مو كتير يعني. والحين اخلي الكله ينطبخ 30 دقيقة مثلا. الاشياء تخلونها مع زيت زيتون هيك، ما ادري وش يقولون، تتحمر
ممكن 15 دقيقة، وبعد ما تحطوا الماء خلوه 30 دقيقة. المهم تشوفون الخضر طابت. الخضر أنا بشوف الخضر طابت، ما أحسبك، أشوف الخضر طابت. والبصل حطيت بصل، طماطم، جزر وكزبرة ومعدنوس وكرافس. ولما تنطبخ بحطها في الخلاط وتنخلط. لما تنخلط بحطها في الطنجرة وبحطها على نار، وبعدين أقطع السمك عندي فيه توابل. ما أدري وش اسم هالسمك صراحة، ما أعرف أسماء السمك كلها، بعرف سردين بس، سردين وشرن. هذا سمك بعد ما أدري أي سمك. المهم راح أسأل بعدين. رائحة التوابل كله ينقطع ويتحط في الطنجرة وينطبخ. لما ينطبخ خلاص بتكون جاهزة، ونعطيها للزباين. نقول لهم في شوربة السمك، وعندي شوربة العدس. في واحدة ما أدري قرأت الإعلان وقالت لي أعطيني شوربة، وأنا افتكرتها فهمت يعني حق عدس مكتوبة بالفرنسي. فلما أعطيتها شوربة قلت لها هذا عدس؟ قلت لها ايه شوربة العدس. اليوم حطيت شوربة العدس وراح اسوي شوربة السمك. قالت لي لا حسبت السمك. وبعدين خلاص راحت. قلت لها شوربة السمك راح تكون جاهزة بعد الظهر ان شاء الله. اوكي. بالنسبة للتوابل راح احط زنجبيل وملح بس، وتوم. ذكرتوني توم، كنت راح انسى التوم ما في مشكلة، حطوا التوم مثل ما تقطعون توم ولا شيء، كله يطحن يصير مطحون. شكله انا خلصت التوم اللي كان عندي، وهذا توم جديد. ما ادري اذا خلصته او اظن خلصته، يعني من كتر ما احب التوم، بس ما احب رائحة التوم. احب التوم يعني مو منطقي. كأني بحب الرجل بحب الرجل ما بحب شيء فيه. المهم انا ابي بس احكي عن الرجل. نحب الرجال. ترى وجود الرجل في الحياة ايش اقول لكم مهم كتير. لما تحتاجين شيء، يعني شيء ثقيل، يمسك الشيء ثقيل، وين نحتاج الرجل؟ قولوا لي. نحتاج الرجل في اشياء كثيره. حنان الرجل اذا هو حنون، طيبوبة الرجل اذا هو طيب. لخبطوني جالسه احط الزبل في مو في مكان الزبل، يعني هذا مكاني بس القارورات والبلاستيك وهيك شيء. المهم راح احط الثوم. ثلاث رؤوس ثوم. تقدرون ما تشيلون هذا حق، لا كله ينطحن، بس انا بشيله ما ادري ليش. ما نقيت الثوم كله، ما نقيته، يعني ما يتنقى، كله ينطحن. الطحانة تنطحن، اللي ما ينطحن الرجل راح تطحنه. اذا رجل سوى لكم شيء حطيه في الخلاط، والله ينفع. حطيت 3 توم. لو كان انا راح اشرب الشوربه يعني الي مو للزباين راح احط توم اكتر، بس راح نشوف. الملح ما تنسون الملح. لسه عندي ملح هون. انا داخله على المحل لقيت توم ملح هون، ما في شيء احط فيه توم. عندي توم في القارورات الصغيره، شو تقولوا لهم قارورات؟ المهم صغيره. الفيديو راح يخلص ونلتقي ما ادري امتى نلتقي. المهم الشوربه تطحنونها وتحطون سمك، بس قلت لكم الطريقه، مو ضروري تستنوني، يعني كملوا من عقلكم. كملوا من عقلكم.
ايوا رجعت ليكم. الخضره كطيب، الحوت كنقطعو. كيفاش غنوريكم؟ برك عليكم غير شفتوني انا فيا الخير والبركه. ماشي ضروري انكم تشوفوا الصوبه، تخيلوا، ديروا الخيال بحال الرجال كيبغيو يتخيلوا. المهم بما جبدنا الرجال دايرين بحال الحوت فيه الشوك، فيه الهبره، فيه داكشي الزوين الشيء الخايب. انا كيعجبني الحوت بلا شوك، ما خص ندير فيه الشوك ماشي مشكل، كيجيني ساهل نحيدو وفيه الفيتامينات بزاف. اما باقي الحوت الشرن وداك التخربيق كله اللي فيه الشوك كيديرونجيني، كياخذ ليا الوقت، كيدير ليا ستريس، ما يمكنش انا نقي. انا راجلي كان كينقي ليا والوالده كانت كتنقي ليا، الله يخلي ليا الوالده، راجلي زعما الطليق ديالي كان كينقي ليا. انا بنادم ينقي ليا ناكل ما عنديش مشكل، ورغم ذلك كنفيريفي وكنشوف. وماني كنهضر بالمغربيه وانا بغيت نهضر بالخليجيه باش حتى ما المشاهدات طالعين. المهم بما انه راح اقول لكم الرجال مثل السمك فيه الشوك وفيه اللحم. انا احب اللحم، ما احب السمك بالشوك، لانه ما اعرف عم يعمل لي ستريس، ضغط نفسي لما اشيل الشوك، ما احب. مشان هيك اتفادى اكل سمك الشوك. انا احب اي سمك ما فيه شوك. امي كانت تشيل الشوك، ورغم هيك برجع اشوف من وراها، ما اقدر احط السمك مباشره الا ما اشوفه، رغم هيك يمكن تطيح في شوكه. المهم حتى طليقي كان يشيل لي الشوك، بس اكثر شيء كنا نساوي سردين. انا كنت بطبخ السردين. تدروا انا اكره رائحه السمك، واكره اغسل السمك واشيل يعني اغسله. تخيلوا صرت اشتغل في السمك، وسط السمك، غارقه في السمك، صرت انظف، يعني ما تخيلت الشيء اللي ما احبه طحت فيه. سبحان الله، يعني رزقي مكتوب شيء انا ما كنت احبه. عندكم السمك والدجاج ما احب اغسلهم، احب اكلهم ما اغسلهم ما انظفهم. كان طليقي الله يذكره بالخير كان يجيب السمك، يعني سمك السردين شايلين منه الشوك وهيك، ورغم هيك بقول له اغسله بعدين حطه. حتى المطبخ لما اطبخ والسمك وهيك اصير احط جافيل وتيد، وما احب قطره الماء السمك، حتى ماء مختلط، بس ما احب اذا يعني لمستني او طاح علي الماء ما ادري، اصير ما احب. أعيف شيء اسمه رائحة السمك والدجاج. وصرت الحين كل الماء السمك يطيح علي ماء السمك والسمك وقشور السمك وكله سمك مع بعضه سمك. المهم صرت أنا سمك. شو رايكم؟ المهم شوربه السمك، الخضر تنطبخ، ما ادري كيف راح اوريكم. المهم السمك جالسه اقطع السمك، راح احاول افرجيكم، ما ادري كيف بس بحاول، الانسان يحاول. شوفوا بتشوفون شيء؟ هذه كان فيها عدس سمك، اوكي، شوفون انا جالسه اوريكم بس انا ما اعرف وش التليفون يصور. المهم سمك في سمك. راح احط السمك الابيض، ما ادري وش اسمه، اظن اسمه الكالامار الابيض اللي ينتفخ. المهم الرجال مثل السمك، في من فيه لحم وحلو وتاكله بدون ما بكل ثقه، وفي اللي فيه شوك ما توثق فيه. هيك الرجال ما توثقون فيهم. انا جالسه اشوف الباب اذا اجا زبون، لازم نحط هذه في الباب، اذا اجا زبون تعمل صوت، راح اقول لصاحب العمل. المهم قلنا ايش؟ الرجال مثل السمك، والرجل اذا يطلع من البحر بيموت، يعني لازم يعيش مع المرأة وما يستغنى عن المرأة، والمرأة هي اللي تعطي الحياة للرجل. في رجال يحترمون سواء بالحلال او الحرام بس تعطيه الحياة. المهم الرجال ما فيهم ثقة، لا توثقون، فيه شوك كتير، لا توثقون في الرجال.
انا اسمع من الرجال وتجارب الرجال في من يترك زوجته ويبي ينسى انه متزوج، يبي يرتاح نفسيا بس يروح يرقص، ما ادري يرقص مع النساء، يجلس ينبسط. ماني فاهمه ليش ما يسوي هالشيء مع زوجته، انا ماني فاهمه شيء. مشان هيك انا ما اوثق في الرجال. ان شاء الله باذن الله اذا ربي اعطاني رجل في المستقبل، انا راح اجيب وحده تساعدني في البيت، تنظف وتطبخ وكل شيء. انا بطبخ احيانا وهي بتطبخ وكل شيء، مشان انا يكون وقت فراغي لزوجي، مشان ما يروح يخونني. الشيء اللي يبحث عنه في خارج البيت يلاقيه وين؟ قولوا وين؟ في البيت يلاقيه معي. انا بسوي له كل شيء، انا برقص لزوجي، انا بعمل تسريحات جديده لشعري، واحيانا احط اشياء جديده، احط بريك مثلا يبي يشوف شعر بني، حتى الاحمر مو مشكله، ما احب الشعر الاحمر. المهم راح اسوي له كل يوم شكل او كل اسبوع شكل. المهم لازم التغيير في كل شيء، غيروا في كل شيء الا في شريك الحياه. انا احب التغيير، ما احب الملل، ما احب الاشياء اللي تنعاد. الا الرجل حياتي ما احب اغيره. شفتوا الوفاء؟ انا وفيه ويبي لي زوج وفي مثلي. المهم انا جالسه ما خليتوني اقطع السمك، ما خليتوني اقطع السمك، جالسين ماسكين لساني وجالسه احكي احكي احكي، عيني على الباب اذا الزباين يجوا. المهم اقطع سمك واحكي لكم. بما انه الرجال مثل السمك، في فوائد، في فيتامينات. راح اشوف اذا في احد. ما في احد. كلوا سمك كتير، في فيتامينات. السمك غير مضر للصحة. الرجال غير مضر للصحة إذا رجل منيح. ليش مضر للصحة؟ أنا محتاجة رجل في حياتي، محتاجة رجل في حياتي. أوف. المهم جالسة أقطع السمك. هذا هو السمك، ما أدري وش اسمه. المهم سمك بدون شوك. أنا أي سمك بدون شوك أعشقه. أعشق الرجل بدون شوك، أعشق الرجل بدون ستريس، بدون ضغوط. ليش اللي يضغط علي؟ ليش لا حتى أكل سمك بشوك؟ أصلا في موجود سمك بدون شوك. ليش لا الإنسان يأكل سمك بدون شوك؟ هيك في رجل منيح ورجل مو منيح. أنا أختار الرجل منيح، إن شاء الله يجيب لي ربي رجل كويس. المهم ما يخونني، وما يكون يعصب، وما يكون يدخن، وما يكون يشرب خمر، وما يكون يحشش. شو بعد؟ وما يكون يصرخ. قولوا لي وين راح الاقيه؟ قولوا لي وين؟ يا زوجي يا مستقبلي، انت زوجي وحياتي وحبي. فاذا انت تعرف نفسك، ما تخون، غير عصبي، طيب كريم، وانت بدون شوك، ابحث عني. تلاقيني في بلجيكا، يجي عندي محل السمك وناكل سمك مع بعض. انا بطبخ لك السمك، ما عليك، انت سمك واطبخ لك سمك وتصير سمك في سمك، وانا اموت واعشق السمك. المهم ديروا بالكم على حالكم وكلوا سمك كثير لانه مفيد. اذا ما لقيتي الرجل المناسب في حياتك كلي سمك بدون شوك، يعني على الاقل شوي فيتامينات. ما تضلي تستني الرجل طول حياتك. انا هيك اغتنم الفرصه واكل سمك، وش فيها يعني؟ ما فيها شيء. المهم ناكل سمك بدون شوك. الا السردين احبه عادي، السردين فيه فيتامينات كتير. بيقولوا السردين رخيص، صار في المغرب 30 درهم للكيلو. بلد البحور، فيها بحر هين وبحر هون وهون وهون، وسمك قليل. المهم ما ادري وش المشكله، كانه سمك مو لازم يصطادون سمك كثير لانه فتره يمكن يولد، الله اعلم، انا ما عندي معلومه، يعني مو اي شيء اصير انا عارفه. المهم الفيديو راح يخلص، واقول لكم اذا انتم في اليوتيوب اعملوا لي اشتراك ولايك وتعليق وبارتاجيوا الفيديو، شاركون الفيديو.